تعالى أحكي لك شوية عن الأقزام في مصر القديمة. مصر القديمة كان فيها نوعين من الأقزام عرفناهم يمكن من عصر الأسرة الأولى. النوع الأول هم المصريين اللي كان عندهم عيوب خلقية وكان اسمهم النمي، وكان بيتم تكليفهم بأعمال وحرف معينة لأنهم اتشهروا بأنهم أصحاب مهارات مميزة. شفناهم مثلا في مناظر بيشتغلوا في صناعة الحلي والذهب لأن حجمهم صغير وصوابعهم صغيرة ومنمنمة ودقيقة، ويمكن من هنا جت كلمة منمنم النمي، بتمكنهم وتساعدهم في الأعمال اللي محتاجة مهارة ودقة. أما النوع التاني هم الدنك، دول ما كانش عندهم أي عيوب خلقية لكنهم كانوا مخلوقين قصير القامة، قصيرين يعني، وعادة كنا بنشوفهم دايما في القصور الملكية أو بيقوموا بأعمال متصلة بالقصر الملكي. من أشهر الأقزام اللي نعرفهم طبعا القزم سنب، صاحب تمثال سنب وأسرته في المتحف المصري في التحرير اللي تم العثور عليه في مقبرته في الجيزة، وبيرجع للأسرة الرابعة وبداية الخامسة، ومصنوع من الحجر الجيري. وطبعا هنشرح التمثال في فيديو لوحده لأنه واحد من التماثيل اللي بتعجز الإعجاز الفني والترابط الأسري، فأكيد مش هنمر عليه مرور الكرام، فهنخليه نشرحه لوحده تفصيليا في فيديو تاني. القزم سنب يعتبر من النمي، وكان كبير كهنة المعبد ومسؤول عن الملابس والحلي الملكية، وكان ليه وظائف كهنوتية متصلة بشعائر الملوك زي الملك خوفو والملك جدفرع. كان مكتوب على البوابة الوهمية لمقبرته إنه كان قوي وغني جدا، يملك الآلاف من الماشية والدواب، وكان واحد من النبلاء المصريين. نيجي لتاني قزم ممكن نشوفه، هو القزم خنم حتب، الكاهن والمشرف على الخزانة الملكية، واللي تم العثور عليه في مقبرته في سقارة، واللي بيرجع للأسرة الخامسة وأوائل السادسة، وحصل على لقب مشرف الملابس، وكان برضه واحد من عدد قليل من الراقصين الذكور المعروفين بالاسم في مصر القديمة. نيجي بقى للمشهد الجميل دوت من مقبرة ماريروكا، واللي بيعتبر من أقوى الأدلة على انضمام الأقزام لورش تصنيع الحلي الملكية، مع الإشارة لدقة أدواتهم الصغيرة ومهارتهم الممتازة في صنع الحلي. تخيل معايا ازاي حضارة من آلاف السنين زي الحضارة المصرية القديمة قدرت تشوف قيمة حقيقية للناس المختلفين جسمانيا، وادتهم دور مهم في المجتمع سواء ديني أو فني أو مهني، في حين إن المجتمعات الحديثة لسه بتواجه تحديات في تقبل الاختلاف الجسدي. وهنا لازم نرجع نتعلم من المصري القديم معنى القبول والاحترام الحقيقي لكل إنسان. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو. سلام.